تعالوا نقفل التورتية القمر دي مع بعض ونشوف عملناها ازاي. اللي اول مرة يشوفني انا ميمي ودي قناتي، اعملوا اشتراك وانضموا لاحلى عيلة، ولمتابعيني انزلوا واعملوا اللايك وصلوا على رسولنا الكريم في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا على اجمد فيديو. طب يلا بينا. حطيت قاعدة التورتية اللي هشتغل عليها، وحطيت حتة من الكريمة علشان اثبت الكيك عليها، وحطيت اول طبقة من الكيك وسقيتها، ونزلت عليها بالكريمة الشوكولاتة وشوية كمان من الجناش، ونزلت بالطبقة التانية والتالتة وهكذا كل الطبقات بنفس الترتيب. اشتغلي بكيس السندوتشات اللي زي ده، مش لازم تهدري من أكياس الحلواني. وبالنسبة للحشو فانت ممكن تضيفي مكسرات أو تغيري الجناش بأي حشو تاني اللي انت عاوزاه تعمليه التورتية بتاعتك ومحدش ليه عندك حاجة. بعد ما قفلت كل الطبقات بحط طبقة خفيفة جدا من الكريمة على التورتاية علشان بس امنع الفتات بتاع الكيك ان هو يطلع على الفينش الاخير او الشكل النهائي للتورتاية بتاعتي. ودخلتها تبرد في التلاجة، وبعد ما بردت شوية من 2 ل3 ساعات طلعتها وبدأت افرد عليها الكريمة تاني، لكن الطبقة دي بتكون سميكة شوية علشان تغطي الكيك كله معايا. واللي نسي اللايك ينزل يحط اللايك دلوقتي. بدأت أساوي بقى بالسباتولا كده من فوق وبالسكلابر من الجناب لحد ما ادتني الشكل الناعم ده، وبدأت أجهز للتزيين. جبت ورقة ترانسفير على شكل بابا نويل وبدأت أغلفه بالشوكولاتة وأدخله على الفريزر 5 دقايق يشد معايا، وبعدين بقدر أستخدمه على طول. عملت الشكل الصغير للجناب والشكل الكبير هيكون واجهة التورتاية. بدأت أحط الشكل في النص وأوزع الشكل التاني على الجناب بالشكل متساوي، وأنا حبيت إن يكون التزيين خفيف وسهل علشان ستات البيوت يكون الموضوع سهل معاهم ويقدروا يعملوها بمنتهى السهولة. بدأت أعمل روزتات صغيرة بين كل بابا نويل واللي جنبه، وبنفس شكل التب بس مقاس أكبر شوية عملت روزتات على التورتاية من فوق. يا رب يكون الشكل عجبكم، وكده يكون الفينش بتاع التورتاية النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. واللي ما عملش الاشتراك ينزل يعمل الاشتراك بسرعة لان لسه عندنا فيديوهات احلى بكتير. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.